وصلنا للفصل السابع، الثقة والتعاون. الثقة زي الإزاز، لو اتكسر ممكن يتصلح بس عمره ما هيبقى زي الأول. كوفي بيقول إن الثقة هي الحاجة اللي من غيرها أصلا مش هنعرف نعيش، واللي من غيرها مش هيكون في نجاح حقيقي. الثقة بتبني العلاقات وبتخلي الناس تتعاون من غير خوف. الثقة مش كلام، تطبيق عملي. اوعدي نفسك انك تكوني صريحة في كل حاجة وفي كل تعاملاتك مع اي شخص في الدنيا. ما توعديش حد بحاجة مش هتقدري تعمليها. خلي الناس اول ما تشوفك يثقوا فيكي من غير كلام. والفصل الثامن، الرؤية المشتركة والمبادئ القوية. كوفي بيقول في الفصل الثامن ان اعظم القادة هم اللي بيخلقوا رؤية مشتركة تجمع الكل، مش بس هدف لكن إيمان مشترك. تطبيق عملي، اكتبي رؤيتك الشخصية لجمالك، لحياتك أو لمشروعك. كل يوم اقريها بصوت عالي وعيشي على أساسها. الفصل التاسع، تمكين الآخرين من النجاح. القائد الحقيقي هو اللي يصنع قادة مش ناس تابعين. بيقول كمان إن النجاح الحقيقي مش إنك توصلي للقمة، لكن انك ترفعي غيرك معاكي. لو ساعدتي غيرك ينجح زي ما انتي كمان بتنجحي، اثرك هيبقى عظيم. لما بترفعي غيرك ربنا بيرفعك اكتر. اقولك تعملي ايه؟ اختاري شخص في حياتك ايا كان هو مين وساعديه ينجح. اعمليها باخلاص وشوفي الاحساس اللي هيملى قلبك عامل ازاي. الفصل العاشر، القيادة العظيمة في المنظمات. المنظمة العظيمة مش اللي عندها نظام، المنظمة العظيمة هي اللي عندها ناس بصوت قوي، لأن قائدهم عارف يطلع صوتهم الحقيقي. كوفي بيقول إن الشركات اللي بتركز على راحة الناس قبل الأرباح هي اللي بتعيش أطول. الناس مش آلات، الناس عندها مشاعر، ولما تحترم إنسانيتهم يدوكي أفضل ما عندهم. نصيحة، ازرعي الثقة في فريقك ايا كان، في شركة، اي شغل، في اي حاجة هينجحوا شغلك بطريقة مبهرة. الفصل ال11، العظمة. العظمة مش لحظة، دي ثقافة لازم تكون عادة يومية في المؤسسة. يعني الناس تشتغل بحب، تعاون وشغف كل يوم. ما ينفعش يكون هدفك تكسب بس، لازم يكون المعنى قبل الفلوس. الفلوس نتيجة مش هدف. اعمل مثلا قواعد بسيطة، اعمل روتين بسيط في شغلك زي الاحترام، التقدير، الثقة بين فريق العمل. كل يوم فكر نفسك والناس بيها. الفصل ال12، العظمة المستمرة. كن انت التغيير. العظمة مش نهاية الرحلة، دي طريقة حياة. كوفي بينهي الكتاب برسالة عظيمة جدا. ابدأي بنفسك، اسمعي صوتك، غيري أفكارك وساعدي غيرك يسمع صوته. لما كل واحد فينا هيعمل كده العالم كله هيتغير. العظمة بتبدأ من جوانا وبعد كده بتنتشر في العالم كله. اختاري عادة واحدة بس تمشي مع صوتك، سواء الصدق، الإبداع، الصبر أو العطاء، وخليها أسلوب حياة مش لحظة حماس. الصوت اللي جواك مش صدفة، دي نعمة ربنا ليك. الصوت اللي جواكي مش صدفة، دي رسالة ربنا ليكي. وخليها أسلوب حياة مش لحظة حماس. اسمعيها وعيشيها وخلي العالم يعيشها معاكي، وخلي العالم يسمعها منك. والكتاب هنا خلص، وانا رانيا صلاح قريت في حياتي 100 كتاب وجايه الخص لك واشرح لك كل الكتب اللي قريتها في حياتي. وانت لسه موجود لحد دلوقتي، فشكرا انك سمعتني وانك تابعتني. I love you so much.